إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروفة أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. مستمعينا الأعزاء، لقاء الليلة لقاء خاص جدا، لأن ضيفة الليلة سيدة مصرية عظيمة وأم مصرية عظيمة أيضا، وتعمل في مجال أو أهم وأشرف مجال عرفته البشرية والإنسانية، هو مجال الزراعة. مجال الزراعة يعني الغذاء. مستمعينا الأعزاء، ضيفتي الليلة رائدة الزراعة الحاجة نوال خميس. أهلا بيكي، ضيف عزيز على إذاعة الشرق الأوسط. يعني الحقيقة أنا يعني مش لاقي كلمة شكر حتى أقولها. يعني لو كان البحر مدادا لكلماتي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمة شكري لسيادتك يا أستاذ أحمد. والله يا حلاوة الإيد الشغالة، ورونا الهمة يا رجالة. يا حلاوة الإيد الشغالة، ورونا الهمة يا رجالة. المكان الداير من شوق بيقول يا ولاد أحلى ولا. يا حلاوة الإيد الشغالة. حاجة نوال، قولي لنا حكايتك ايه مع الزراعة؟ أنا الحقيقة الزراعة، عشقت الزراعة وأنا طفلة. وجودي في البيئة الريفية، وكون إن أنا ما فيش يعني حد معايا غير كان والدي ووالدتي، وأنا كنت وحيدة. ف يعني شجعتني على إني يعني أنتمي للعائلة الريفية يعني. فعشقت الزراعة، عشقتها والعشق يعني، لدرجة ان انا كنت بنزل الغيط، كنت يعني متهيألي ان انا بكلم النبات. والله العظيم انا كان بيتهيألي ان انا بكلم النبات. ابص كده يعني اعرف ده ناقص ايه، ده ناقص زنك، ده ناقص حديد، ده ناقص منجنيز، ده عايز اسمده، ده عايز رش، ده مبيدات، ده من، ده ستريبس، ده عفن، ده يعني الحقيقه يعني الحمد لله اكتسبت يعني خبره كبيره يعني الحمد لله. انا عرفت ان حضرتك كنت وحيده، وبعد كده كنت في المدرسة أصلا وتعليم إنجليزي، تعليم لغات. كنت في مدرسة خاصة، وبعدين عشقت اللغة العربية واللغة الإنجليزية، ولحد ما أتممت الدراسة الثانوية. وكان أملي أن أنا أدخل الجامعة، لكن يعني عجلوا علي بالزواج. فتزوجت في سنة 57 وأنجبت ولدين وبنت. معايا إبراهيم ده محامي كبير، معايا إسماعيل ده اللي هو شرطة على المعاش، ومعايا إيمان كانت مديرة مدرسة جمال عبد الناصر التجريبية في مدينة نصر على المعاش، برضه طلعت معاش. والحمد لله الحقيقة كلهم، وأحفادي بقى الحمد لله يعني عندي أحفاد كتار، اللي منهم اللي مستشار، واللي منهم ضابط، واللي منهم مدير أعمال، ويعني والحمد لله ربنا موفقني. بس أنا يعني الحقيقة جاهدت كتير وتعلمت كتير بإرادتي مش غصب عني، لأن أنا عشقت فعلا الزراعة. وبعدين ممارستي وسفري للخارج ومحاضراتي مؤتمرات كتيرة وقراءاتي لكتب كثيرة، فده كله اداني خبرة واداني معلومة يعني. فكنت يعني لي السبق مع الرغبة مع الحب للمهنة، فكل ده اكتسبت يعني خبرات كثيرة قوي قوي. هي النشأة والجذور في الفيوم. أيوه في الفيوم. القرية بيهمو مركز النورس محافظة الفيوم. بالظبط.
العيله كلها ونشأة حضرتك والاقامه كل حاجه؟ لا، هو كل واحد طبعا يعني مثلا عندي اسماعيل اللي هو اللواء ده طبعا متخرج من كليه الشرطه، ده طبعا يعني في القاهره في اي مكان كان فيه ده بقى طبعا خد حياته ما بين الصعيد وما بين البحري وما بين، بس كانت اقامه ولاده في القاهره. صحيح. هو الاسره كانت في القاهره. صحيح. طبعا ابراهيم المحامي طبعا ده كان معايا في البلد يعني في القريه. طبعا البنت تزوجت لواء شرطه برضه، كان في كليه الشرطه، كان مدير سلاح الكلاب في كليه الشرطه لحد ما طلع معاش. فكانت بحكم عملها برضه جت القاهره، وكانت مديره مدرسه جمال عبد الناصر التجريبيه، وكل واحد مارس حياته. بس طبعا انا يعني نشأوا من ايام الدراسه ابتدائي واعدادي وثانوي كلهم في الفلاحه، ما تدلعوش. يعني كانوا مثلا بيسوقوا جرارات، كانوا يطلعوا ورا الحصاد القمح، كانوا يطلعوا ورا جمع القطن، كانوا يطلعوا يعني في اي حاجه، فاهمين يعني ايه جسر، يعني ايه مسقى، يعني ايه بحر، يعني ايه ده دوده، يعني ايه في الارض، يعني فاهمين. يعني كانوا بيشتغلوا مع حضرتك وهم في الدراسه. ايوه تمام. ايوه تمام بالظبط. انت الطفوله اللي في دمي، واختي ساعات وساعات امي، وانت الحبيبه اللي تضمي بعيون حنانك وتسمي. انت الامل وانت سارة، وانت النهارده عشان بكره. انت الامل وانت سارة، وانت النهارده عشان بكره. وانت العيون شمعة وسهرة، وانت الجمال وانت الطهرة. مصرية 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 مصرية. الحاجة نوال خميس رائدة الزراعة والسيدة المصرية العظيمة، حضرتك بعد ما الزواج الوالد توفى. أيوة. فتحملت كل المسؤولية بقى. أيوة، الوالد توفى سنة 76، برضو كان محملني، يعني هو مرني وحملني وبرضه المسؤوليه وهو معايا، وكان بيجيب لي بيشجعني ويجيب لي كتب علميه وكتب زراعيه ويقول لي اقري ده وشوفي ده ومواعيد الزراعه هنا وده، يعني كان بيشجعني. شلت الحمل بقى كله، وانا بقى طبعا حبيت المهنه نفسها. يعني كم فدان يا فندم؟ 40 فدان. كنت بتزرعي كل انواع الزراعه؟ بس وزعتهم على الولاد. يعني انا وزعت الارض كلها على الولاد بالتساوي كده. عشان ما يعني طبعا هم خشيت ان يعني في حاجه مثلا الارض تساوي جنيه وفي ارض تساوي 2. فعملت المعادله وكل واحد اديت له، عملت له بطاقه زراعيه مستقله بحيث انه يبقى، وانا خدت برضه منهم بطاقه مستقله بجزء ما، انما هم كلهم برضه موجودين مع تحت برضه ايه، تحت اشرافي يعني. انما انا وزعتهم على الولاد. بتزرعي كل انواع الزراعات، وعرفت ان كل التجارب اللي تمت في الزراعه تمت عند حضرتك، عملت كل التجارب. يعني عندي تجربه مثلا شركه ICA الانجليزيه جت عملت تجربه محاربه دودة القطن بالفيروس، قعدوا 7 سنين يقاوموا دودة القطن بالفيروس دون مبيدات. دي حاجه عدت عندي، كانت قعدوا 7 سنين. عندي برضو الدكتور فاروق الباز جاء عندي في فارمر تو فارمر، وجاب لي الصداقه الامريكيه، جاب لي 2 شباب ضيافه، جاب 2 فيوم في الفيوم، 2 شباب ضيافه امريكان، واحد عندي وواحد عند ناس ثانيين. طبعا اللي كان عند الناس الثانيين ما عاش 3 ايام وجا استاذني عشان يجي يقعد معاه مع زميله عندي، لانه ما ارتاحش هناك. وطبعا كان عندي اليمين في الوقت ده كانوا الولاد في الثانوي، فكانوا بقى خدوهم فسحوهم وودوهم ده ودوهم، فكانوا فرحانين قوي. قعدوا عندي 15 يوم بالزبط. وكانوا عايزين ياخدوني معاهم امريكا، بس كانوا هم لهم سن تقريبا 50 سنه، انا كنت عديت ال 50 في الوقت ده. دي مثلا حاجه من الحاجات. رئيس قسم الزراعه الامريكيه في الجامعه الامريكيه، امريكاني برضه، جاء عمل عندي تجربه الريجيشن على القطن السقيه. قطن يشرب على 7، او القطن يشرب على 14، او القطن يشرب على 21. فطبعا قلت له ده يعني كان فيها ليها بعض الانتقادات عليها. رحت لمدير الزراعه قلت له لو حصل حاجه، لان هيحصل دروب
فيها، لان طبعا الميه هتنزل كل اسبوع، للي على 14 واللي على 7 واللي على 21، فيحصل فيه خنق للنبات. انت عارف محصولي، انا بجيب محصول 100 فقال لي لو قل عن محصولك احنا نعوضك. قلت له ما يجراش حاجه. المهم مشي معايا فعلا اللي انا حسبته بالظبط لقيته. فجاب هو جمع القطن وجمع وخده، فطبعا حصل ايه يعني ضرب شويه في المحصول. فالحقيقه برضه قلت لا خلاص انا مش زعلان ولا حاجه، انا التجربه ان كانت حلوه انا بتعلم، ان كانت وحشه انا بتعلم، يعني حاجات بتعلمني بتديني خبره زياده. ده من ناحيه برضه التجارب. انا بقى حبيت ان انا طلعت في دماغي ان انا اعمل يعني تجربه تثبت الشتله. كنت بزرع طماطم في الوقت ده، الشتله اللي بجيبها عمرها شهر واشتلها ويحصل لها صدمه، او البذره ارميها بالبذره في نفس اليوم، انه الاحسن. عايز اثبت يعني الفرق بين البذره والشتله. لان الشتله طبعا احنا بنجيبها ومن المشتل للارض المستديمه، طبعا بيحصل لها تشك اكيد. لازم تقعد بقى كم فتره كده عبال ما قدرها يضرب في الارض وتسحب. قلت اجيب بقى ايه، جبت كيلو طماطم ايس، كان يوميها الطماطم الايس طلع جديد. طبعا عايز ازرعها، قلت طبعا ازرعها لو عملت المشتل لوحده وعملت وخليت اللي هيزرعها بذره لوحده. طب البذره دي لو انا مثلا خليت العامل رماها هيرميها تكبيش، الكيلو مش هيلم، مش هيرمي لي في قيراط ولا زي. فاعمل ايه؟ عملت ايه؟ مش هتصدقني. جبت الورق البفره بتاع السجاير ده، الدفتر بتاع السجاير ده، قسمته نصين وجبت كل ورقه حطيت فيها بذرتين 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 لغايه ما خلصت الكيلو. ومسكت بقى رحت ايه زرعته في البور. طبعا حرثت الارض ونعمتها، وانا كنت دايما عندي يعني اسبخ الارض والصوبه يعني اجهزها يعني على الاخر يعني. وزرعتها. العمال بقى يوميها بقى يضحكوا يقولوا مدام نوال ان شاء الله لما نيجي نجمع الطماطم هنلاقي في كل عرش طماطم علبه سجاير بلمون. كان يعملها سجاير البلمون. المهم طلعت النتيجه ان الشتله يعني برضه البذره بقت اشد من الشتله. يا والله نفس اليوم يعني انا شكيت الشتله وزرعت البذره في يوم واحد. بس البذره بقى طلعت اقوى واشد من الشتله، رغم ان الشتله بتبقى واخده مثلا على الاقل شهر وطلع شبر مثلا على الاقل. تغيير بقى الارض والشك اللي فيها ما. وده برضه ينفع مع الرز بالشتل المشاتل الرز والبداري في الرز الهجين. انا شتلته يا استاذ احمد على 10 ايام. عمر 10 ايام الشتله زرعتها وشكتها على 10 ايام على واحده. والدكتور سعد هو ربنا يديله الصحه والعافيه موجود. حضر الدكتور سعد نصار حضر الحصاد وحضر يوم الحق. كان محافظ الفيوم، كان محافظ الفيوم اياميها ومدير الزراعه والمزارعين، وعملنا يوم حقل جميل جدا وشافوا الزراعه. الشتله الوحديه اللي هي عمرها 10 ايام واحده بس كانت 86 وحده. بسم الله عدوها الكن بقى 86 وحده. يوميها الفدان جاب 6 طن ونص. ده كتير قوي يعني لان انا كنت يعني انا بنزل الغيط، لا انا هدي سماد ورقي، لا ده ناقص زنك، بعرف ايه من الورق بتاع النبات ده ناقص زنك،
ده ناقص حديد، دي عايزه مثلا بوتاسيوم، لا دي يعني الحمد لله يعني الواحد مش هو عشق. ايوه عشق والله لو شفني وانا انا بكلم النبات. انا كنت بنزل اروح البيت ايدي دي البنطلونك من انكش، اطلع حشيشه، اربي يعني مثلا فلاح سايب الجوره على 2 أو 3 اروح سلتهم انا مخليهم عشان ما وراه ما تبهمش ورا الرجال. كان اقل يوم عندي 25 راجل او 20 راجل، اقل يوم شغل عندي. زرعت البنجر برضو عملت، وصل عندي 48 طن الفدان. وبرضه عملنا يوم حقل، وكان الدكتور محمود المنحلي كان ربنا يديله الصحة كان عايش، اللي هو كان ماسك المحاصيل السكرية. قعد عندي برضه، قعد 5 سنين يعمل تجارب على 41 صنف بنجر. عشت بتهدي مدى الأجيال، أفضل ناجحة في كل مجال. عشت بتهدي مدى الأجيال، أفضل ناجحة في كل مجال. يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، مصر 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 تعيشي يا مصر. مصر 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 تعيشي يا مصر. مستمعينا الاعزاء، الحوار المهم الممتع الشيق متواصل مع الحاجة نوال خميس، رائدة الزراعة وعاشقة الزراعة، واحد النماذج المصرية العظيمة اللي انا شخصيا بفتخر ان انا قاعد معاها النهارده. وحوار مهم في الزراعة وفي الحياة وفي تجربة حياة، تجربة طويلة، وبنقدمها النهارده كقدوة تحتذى، كأم مصرية عظيمة عملت في مهنة عظيمة، أشرف مهنة في التاريخ عرفتها الإنسانية، وأيضا أم وجد عظيمة لأولاد عظماء وأحفاد أيضا عظماء. حاجة نوال، لما بنقول حاجة نوال يعني كلمة حاجة نوال دي انت بتبقى مبسوطة وسعيدة بها. انا حجيت حجيت انا وابني الكبير، ولا عشان خاطر ولا عشان خاطر بتشتغلي في الزراعة فيبقى ايه؟ لا لا لا, لا لا انا حجيت، عملت عمرتين قبله انا والحاج الله يرحمه. طبعا الحاج يعني ربنا ما سملوش ان هو يحج، فتوفى قبل الحج يعني، هو عمل عمرتين معايا. وبعدين انا طلعت الحج انا وابني الكبير، وبعدين عملت له حجه. هو كان الزوج ضابط قوات مسلحه الجيش. وتوفى في سن توفى سنة 98. كان لسه في الخدمة يا فندم ولا كان سابها؟ لا كان سابها، كان ساب الخدمة. طلع قبل المعاش. هو سوى معاشه وطلع قبل المعاش. تمام. انا عايز ارجع برضو للزراعة وعشقك للزراعة. أيوه. وانت بتقولي لي انا بكلم الزرع. أيوه. يعني الموضوع مش مجرد مهنة واكل عيش. بنزل لغاية كده احس ان النبات بيكلمني، اعرف يعني هو عايز ايه، ناقص ايه، عايز ناقص ميه، ناقص اسمده، عايز يعني. بس انا يعني اتمنى، كنت نفسي يعني اتمنى من السيد الوزير ان هو يعمل لنا يعني خريطه سماديه لكل محافظه. صحيح. لان دلوقتي احنا ما عندناش الا اليوريا والنطرات. على فكره وزاره الزراعه شغاله فيها دلوقتي. والله شغاله فيها دلوقتي، يعني ان ممكن يكون التربه محتاجه. يعني مثلا انا بجيب للجناين عندي سماد البوتاسيوم، سلفات البوتاسيوم. النهارده البوتاسيوم رفع. صحيح. فرفع في ناس كتيره ما بتجيبوش. بس انا بضحي واجيبه. صحيح. وما جبتوش بس انا بجيب البلجيكي، ما بجيبش الاردني ولا ده. بس ما بلاقيش بجيب سماد برش، طبعا بيكلفني. ما انت بتخدمي صح على الارض. لا، ما هو انا ماشيه بنظام. انا جاني المسؤول عن البرتقال امريكاني، محاصيل البرتقال، الموالح. فجيه عندي الجنينه، كنت انا بقى شغاله ورا الانفار، قاعده ورا الانفار بعد الارض. كنا في شهر 10 تقريبا، يعني زي اليومين دول كده. ده راح البيت ما لقانيش، جاني الجنينه اللي انا كنت بطلع ورا الانفار من 7:30 الصبح، ما رجعش الا بعد ما خلصت. 20 نفر 30 نفر 15 نفر اللي هم موجودين امامي. فطبعا جه دخل الجنينه، قطع برتقانه وكان قشرها وكلها. فقال لي والله انا يعني انا لفيت الفيوم كلها ما دقتش برتقان بهذا الطعم. البرتقان ده ايه؟ قلت له البرتقان ده مطعم على سفرجل.
مش على لارنج. وبعدين انا بديله سلفات نشادر وسلفات بوتاسيوم. هو انت حضرتك بتقعدي تخترع كده يعني يعني بجرب. اقعد مثلا انا حاجه تطلع في دماغك تطلع في دماغي لازم أجرب. وبعدين ما اقولش عنها الا لما بعد ما ايه لو نجحت انشرها، ما نجحتش خلاص عشان ما حدش يعني. مثلا جاني الله يرحمه الدكتور ابراهيم عبد العزيز، كان ماسك الاراضي والمياه، قال لي يا مدام نوال احنا عندنا في الوجه البحري الرز بنعمل تجربه على الرز بيزيد ايه اردبين وثلاثه، فعايز تجربيها على القمح. قلت له والله اديني التوتال وانا ايه اعمله. قال طب خلاص عندك ايه؟ قلت له عندي فدانين قمح اهم على الطريق. قال لي طب ابعت لك الايه التوتال والرش بتاعهم. قلت له لا ابعت لي رش فدان ونص ونخلي نص فدان كنترول عشان نعرف الفرق مفارقات. فقال لي حاضر. المهم بعت لي الطريقه والرش اللي يترش للقمح عشان ايه يزيد المحصول. فعلا انا قلت خلاص سكت خالص، جبت نفذت المعلومه بالظبط، وجبت الرش ورشته القمح قبل وعمره قبل ما يتم 40 يوم زي ما قال لي، ورشته يوريا ورشته حديد وفدان ونص، فضل النص فدان الثاني لوحده كده. قلت بقى والله لو في مفارقات هعلنها، لو ما لقيتش مفارقات خلاص كان لها محظ. المهم بدات بقى بعد ما ترش القمح وكبر القمح، لقيت ايه طبعا بدات المفارقات، التفريعه، السنبله، البرج، الابراج. فايه جبت بقى مهندس الارشاد من الاداره الزراعيه، يا استاذ ايوب. قال لي نعم يا مدام نوال. قلت له والله انا عملت كذا 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 وادي المفارقات، روحوا شوفوها انتوا بقى بنفسكم. فراح فعلا نزل الغيث، قال لي في فعلا فرق بين هنا وبين هنا. راح قال له مدير الزراعه، كان ايامها الاستاذ عصام الله يرحمه المهندس عصام سلامه، كان وكيل وزاره الزراعه. وكان عندنا الدكتور فاروق التلاوي الله يرحمه كان محافظ الفيوم، كان محترم وزراعه اصلا. المهم فراح ما اعرفش مين قال له، فده الحاجه نوال عامله تجارب على القمح. قال لهم ازاي تبقى الحاجه نوال عامله تجارب على القمح وما تقوليش انتوا ناسين ان انا زراعي؟ لازم نروح نشوف القمح ده ايه حكايته. فجاني اي حاجه، انا قلت له والله يا معالي المحافظ انا حصل كذا كذا، وانا ما فضلت طي الكتمان لما اشوف النتيجه. والله النتيجه كانت ايجابيه كان بها نعلنها، سلبيه يبقى خلاص كأن لم يكن. فالفعل المهم ايه، قال لا خلاص احنا نعمل يوم حصاد وانا اللي هحصد القمح ده. وفعلا عملنا يوم حصاد، عملنا صوان ودعينا المزارعين ودعينا وكلاء الوزاره، وهو ركب الكومباين وجبنا 2 كومباين، واحد ركبه السواق وهو الدكتور فاروق الله يرحمه وركب الثاني. فرق الفدان فرق 4 أرادب. بسم الله ما شاء الله، جاب 4 أرادب زياده. طبعا انا في الوقت ده بقى مسكت، رحت بقى خليت بعد كده بقيت اروح على المراكز اقصى ابشواي نورس تنشر التجربه يا جماعه القمح قبل 40 يوم يترش كذا كذا كذا، وهي المخصبات كذا، وكيلو يوريا على حديد على يعني بالشكل ده. دايره بقى في المحافظه كلها اديهم المعلومات. فطبعا يعني الواحد يعني عشقه للزراعه وعشقه للتنميه. الرز جاب عندي نتيجه حلوه قوي قوي قوي. خلينا نتكلم في الرز ده بعد الفصل اللي جاي. مستمعينا الاعزاء، الحوار متواصل مع الحاجه نوال خميس، عاشقه الزراعه ورائده الزراعه في الفيوم وفي مصر كلها، وهي ايضا عضو الحملات القوميه للقمح والارز والقطن وكل المحاصيل الاستراتيجيه. فاصل ثم نواصل الحوار. اللي عاش حبك يا علي كل جيل من بعد جيل، اللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل. اللي عاش حبك يا علي كل جيل من بعد جيل، اللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل. ده احنا بنعهدك يا غالي من شباب حر وأصيل، ده احنا من عهدك يا غالي من شباب حر وأصيل. نبني ننتج نعلى نسبق كل خطوة ب1000 ميل. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم.
الحاجة نوال خميس رائدة الزراعة والسيدة المصرية العظيمة، أنا سمعت إن برضو موضوع الأرز ده أنت بتقولي لي دايما الأرز مظلوم في موضوع المية. أيوة. ليه بقى؟ لأن أنا زرعته، يعني زرعته 3 سنين متواصلين، ودعيت جميع المراكز يتفرجوا عليه، وكان الدكتور فتحي الجمل الله يرحمه بيبعت لي جهاز قياس الميه مع الدكتور من عنده من معهد المياه، بالظبط خد 350 متر مكعب. كان ده كان امتى تقريبا؟ من سنه كام؟ 2008. كان بياخد 380 متر مكعب. 2500 3500 متر مكعب. الذره بتاخد اكتر منه. صحيح. لان الذره عندنا ما كانتش تشرب على ليه بقى انت كنت بتزرعيه ازاي؟ يعني هل انت كنت فترات الري كانت بعيده؟ هل كل 7 ايام. كل 7 ايام. انا فاكر يجي الدكتور يسري من عند الدكتور فتحي الجمل بالجهاز، يحط على المسقه ويسقي ويمشي. 7 ايام، كل 7 ايام. مش مثلا زي ما بيقولوا الرز غرقان ميه. ده احنا كنا زمان في البلد بنروي يوم ويوم. لا ده كل 7 ايام. وبعدين عملته على خطوط، على شرايح، فكانت الميه بتمشي في الخط بس. اولا وهو بقى بياخد ايه؟ بالناشا. وبعدين بقى كمان فيها يعني استفدت منها، كمان استنتجت منها انتاجيه، ان المصطبه بعد الرز ما بيستوي ما بتخليش الرز يرقد، بتحميه. صحيح. بتحميه وما تخليش يعرق. صحيح. دي بقى استنتجتها من النظره بالغيط يعني. صحيح. طب كان في انواع معينه او اصناف معينه من الرز؟ لا، كنت زرع سخا واحد. وكنت زرع مصري واحد هجين بس. انت قلت لي بيجيب 6 طن ونص. 6 طن ونص. ده على فكره يعني بقول لك سنه 2000 انا متكرمه سنه 2008. كنت زرعان سنه 2007. كان من 2008 كان من الوزير امين اباظه 3 ونص. هو جاب مع الدكتور فوزي نعيم الله يرحمه في مركز البحوث، جاب 6 طن. فقال لي انت تفوقت عليا يا حاج نوال. انت تفوقت على رئيس مركز البحوث. 6 طن ونص. ربنا يبارك فيك يا رب. وبعدين كان 10 كيلو اداهم لي على اساس ان انا ازرعهم في فدان. زرعتهم في 2 على واحده. لفتها برضه في ورق بفره ولا ايه؟ لا، انا زرعت على عمر 10 ايام. لان الرز انا بديها نصيحه للفلاحين. الرز بعد عمر 25 يوم ما بيفرحش. بعد عمر 25 يوم ما بيفرحش. يعني لو شكيته بعد 25 يوم الى شهر، شكيته في الارض زي ما هتشكه زي ما تلاقيه، ما يفرحش. بالظبط. انما عمره مش محتاج يتخف بقى ولا كلام. لا، انما عمره صغير. بص تلاقي الشتلايه الواحده بقت 85 وحده، والدكتور سعد زود الانتاج. وعدها الدكتور سعد النصار بنفسه، ومحمد ربيع كان وكيل وزاره الزراعه. والدكتور سعد موجود، وانا ما رضيتش ان انا احصده يوميها. قلت لا، الاحسن يقولوا ايه الحاجه، كل حاجه الحاجه نوال، القطن مش عارف عند الحاجه نوال. لان انا زرعت القطن، يعني كنت مدمنه قطن، كنت اخصائيه قطن. ازرعه بعد الفول، ما كنتش ازرع برسيم. كنت اجهز الارض واحرثها واسبخها وصبرها وكله واخططها 14 خط في القصبتين، وازرع الفول، احصد الفول وارمي القطن. 12 امتار ونص. ابني وزود من امجادك، ابني لوطنك ولأولادك. فكر، ابحث، ازرع، صنع، كل مجاهد هينول امله. ربنا مش هيضيع ابدا اجر مكافح يتغن عمله. اخلق، جدد، انتج، صدر، خلي بلادك تقوى وتكبر. قوم بإيمان وبروح وضمير، دوس على كل الصعب وسير سير سير. الحاجة نوال خميس رائدة الزراعة والسيدة المصرية العظيمة. انت قلت لي مرة برضو البطيخ، عملت انت حاجة بطيخ؟ عملت تجربة جديدة في البطيخ مع الدكتور محمود عبد الأخر الله يرحمه، كان وزير الزراعة. كان يوميها محافظ الفيوم، وكان الوزير كان مصطفى الجبلي. فجاء قال انا عايز اعمل تجربة البطيخ والشمام والقطن في غير المواعيد. في غير المواعيد بالشتلة. قلت له ان شاء الله حاضر. جاب لي الاكياس
ماليش التربه، وحطيت الاكياس عندي في البيت، لان البيت عندي فدان، فبقيت اغطيها بالليل بالمشمع واسيبها في الشمس في النهار لحد الشتله ما كبرت كده. الوقت اللي كنا المفروض البذره تترمي فيه احنا شكلنا الشجر الكبير ده، الشتله الكبيره دي، فطبعا طلعت قبل ميعادها. صحيح. فالبطيخ ادى يعني طلع قبل ميعاده، ادى حجم كبير، ادينا له سماد ورقي، ادينا له تسميته بالظبط. المهم يعني اصل النبات يا باشا، النبات عايز زي العيل، تديله غذاء وهو صغير بالظبط يمشي معاك. انما بقى اذا الفلاحين يقول لك ايه الذره بتخلع نديها، لا خلاص بقى، خلاص ما هتديك نمو خضري مش هتديك ثمري. صحيح. لا، المفروض من البدايه انت تعرف الميعاد المناسب للتسميد، الميعاد المناسب. ارضك ايه؟ انت دكتور ارضك، الارض دي بتشرب على 7 ايام، على 14 يوم، على 15 يوم، على 20 يوم، على شهر، تبقى انت عارف الايه الرينج بتاعها بالظبط. وطبعا انا البطيخ بقى يوميها كان يعني جاب نتيجه وهميه. الشمام والقطن برضه، بس طبعا لما قال لي اعمل لي ريبورت على القطن نعممه، قلت له لا ما يتعممش، لان انا نجحت نص فدان. مش هتلاقي المزارع اللي ينجح لك الباقي. الشتله دي متعبه شويه. فطبعا البطيخ نجح وكبر قوي، والشمام نجح وكبر قوي، وجابت نتيجه حلوه قوي. وبعدين لم الدنيا عشان يفرجهم على النتيجه المذهله اللي وصلت لها للتجربه. كان مع الدكتور محمود عبد الاخر، كان محافظ الفيوم قبل ما يروح وزير زراعه، قعد 3 سنين يزرع معايا تجارب. الدكتور مصطفى الجبلي عمل معايا تجربه القمح الاسود، القمح المكسيكي الاسود. في قمح اسود ما اعرفش سيادتك شفته او ما شفتوش. ايوه سمعت عنه بس ما شفتوش. لا، هو زرعه بحري ما نفعش، جه زرعه عندي. لما جه وحصدناه ودرسه طلع 16 اردب، ففرح جدا. لسه جاب لي اداني تصريح بجرار، جبت جرار زراعي وجاب لي شويه تشكيلات مانجا بايري وتيري وجولك وشويه اصناف حلوه، قال لي انت غاويه الجناين شكيهم. صحيح. فيعني الواحد الحمد لله جربنا كل حاجه، ما فيش حاجه. الدكتور محمود داوود خدت منه يعني برضه جائزه الذره الشامي. من قمحك وكلني اللقمه حبيبي، من صبرك علمني الحكمه حبيبي، من قمحك وكلني اللقمه حبيبي، من صبرك علمني الحكمه حبيبي. يا مصر يا أمنا، يا مصر يا أرضنا، يا مصر يا حبنا، يا مصر يا عشقنا. يا ام الصبري تهنا وانتهينا، يا ام الصبري عالقلم عدينا. الحاجة نوال خميس رائدة الزراعة وعاشقة الزراعة، واللي احنا بنقدمك النهاردة كقدوة تحتذى مش بس في مجال الزراعة، ولكن كأم مصرية عظيمة، كرائدة من رواد الزراعة في مصر، كنموذج يحتذى كمان في الأدب وفي الأخلاق وفي الاحترام. أنا أعرف إن أنت كرمتي من كل وزراء الزراعة، كل وزراء الزراعة والمحافظين، بداية من سيد مرعي، أولها بدأ من سيد مرعي بالظبط، نهاية بالدكتور يوسف ولي. كل دول كرموا حضرتك. أيوه. ما فيش وزير جه لما اداني طبعا في المحاصيل يعني، والحمد لله ربنا يعني مبارك ومكرمني يعني تكريم جامد يعني. ان كان قطن، ان كان قمح، ان كان يعني الدكتور عبد الرحيم شحاته الله يرحمه اداني 1000 جنيه وشهاده تقدير في القمح. في القمح كان وقتها محافظ الفيوم، كان محافظ الفيوم. وكنا عاملين مهرجان للمانجا وبرضه اداني شهاده تقدير. حتى يوميها جه الدكتور يوسف ولي وبقول له، فبيقول له انا اديت شهاده تقدير للحاجه نوال. قلت له يا باشا اداني شهاده تقدير حاف. فضحك قال لي ايه يعني؟ قلت له ما فيهاش فلوس. فجاب احمد اديني في القمح 1000 جنيه، قال لي كده فيها مغمزه. قلت له مغمزه كده مغمزه. والتكريم كان علشان انت بتحققي اعلى انتاجيه في المحاصيل كلها. اعلى انتاجيه. انت زرعت محاصيل وخضار وفاكهه وكل حاجه زرعت. ايوه. عارف برضه ان انت سافرت كتير وحضرت مؤتمرات كتير خارج مصر. حضرت كتير. رحت المانيا. رحت روما. لمؤتمر الفاو. رحت المانيا مع جي تي زد.
رحت اندونيسيا لتجربه الرز وجيت هنا وطبقتها فعلا هنا في برضه عندي. يعني اخر حاجه كانت عندي في مسابقه المراه الريفيه في بيروت. حصلت فيها المركز الاول لمصر. والله. ومعايا يعني انت كنت بتروح تمثلي مصر في المؤتمرات؟ بمثل مصر في المؤتمرات. وعارف ان في الفاو صممت تتكلمي باللغه العربيه رغم ان انت بتجيدي اللغه الانجليزيه. ايوه لانهم لقيتهم منزلين اللغه الفرنسيه والانجليزيه والفارسيه وما اعرفش اللغه الثالثه كانت ايه كده. يعني كانوا ما نزلوش اللغه العربيه رغم ان احنا كنا 70 دوله عربيه. فجت لما قالوا لي كان الدكتور محمود داود موجود، كان عبد الضيوف اللي هو كان رئيس الفاو، فقالوا لي قومي وقع عليك الاختيار انك تلقي كلمه مصر. كنت قاعده ما كنتش عامله حسابي والله ولا قالوا ليش. قلت لهم يعني ازاي انا قاعده كده صدفه احضر المؤتمر بعدين تقولوا لي وقعت عليك اجهزها ازاي؟ قالوا انت جهزي كلمه تقوليها عشان انت وقع عليك اختيار تلقي كلمه مصر. المهم قعدت على البادج كتبت الكلمه، فالبنت قالت لي بتاع القنصليه قالت لي ايه تقولها بالانجليزي؟ قلت لها لا. هقولها بالعربي. لا قلت لها لا. فقالت لي ليه؟ قلت لها لا لان احنا كده انتم ما احترمتوناش. والله. ده كان حاجه و70 سنه. قلت لها لا انا ما نزلتولناش اللغه العربيه ليه؟ رغم ان احنا كام دوله 70 دوله عربيه كلنا جايين في المؤتمر. وصممته قلتها باللغه العربيه. بصيت للثاني يوم بالظبط والله. طبعا هو جه عبد الضيوف قال لي ثانك يو ايجيبت، والدكتور محمود داود شكرني بعد ما القيت الكلمه باللغه العربيه برضه. قلت لها ترجميها انت بقى، انت ترجميها انت باللغه الانجليزيه، انا مش هترجمها باللغه الانجليزيه. وبعد كده اعتمدوا بقى اللغه العربيه نزلوها ثاني يوم في الفاو. ثاني يوم انت كنت السبب يعني. المصريين هم في الدنيا اول امه، المصريين هم في الدنيا اول امه، متحضرين ومؤمنين. المصريين هم حيويه وعزم وهمه، المصريين هم حيويه وعزم وهمه، جيل بعد جيل متقدمين. المصريين المصريين المصريين. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. الحاجة نوال خميس رائدة الزراعة اللي بنقدم حضرتك النهاردة كقدوة تحتذى ونموذج مصري محترم أصيل. ربنا يبارك فيكي وفي عمرك وفي صحتك وفي عملك يا رب، نظير ما قدمت لبلدك. احنا نقدر نقول احنا بقالنا كام سنة كده في مجال الزراعة؟ أنا يمكن من نعومة أصفاري كده وأنا طفل، حتى وكنت في ابتدائي وإعدادي وثانوي في المدرسة التوفيق الخاصة. كان في عندنا برنامج اسمه فلاحة البساتين زمان، حتى مش موجود دلوقتي للأسف يعني. فكنا بنزرع بقى في الفول نبت بعد كم يوم في المدرسة. احط القطن على في العلب وبتاع يعني. كنت انا اللي اقوم اجيب الاصاري واحب التراب واحط البذره واجيب البذره يعني. كنت يعني كنت قايمه بالمهمه يعني. هو انت لما تبقي وحيده المفروض تكوني متدلعه، انت كده ما شفتيش دلع خالص. لا الوالد الله يرحمه والوالده يعني طلعوا يعني غرزوا فيا المسؤوليه، غرزوا فيا النشاط. حتى الله يرحمه الدكتور عبد الرحيم شحاته يقول لي عارفه يا حاجه نوال لو اهلك دلعوكي ما كنتش بقدر الحاجه نوال ابدا يعني. صحيح. انت ما اتدلعتي. قلت له والله انا عندي الوالد دلعني في لبس حلو، تعليم حلو، بس ما كملتش. كان نفسي اخش كليه اداب قسم صحافه. ضحكت مع الدكتور عبد الرحيم قلت له ملوش ياكلوني فجوزوني. انت ما اتدلعتيش، ولادك بقى ما اتدلعوش؟ لا اولادي طلعوا برضه فلاحين. يعني مع التقدم بتاعهم، ورغم برضه يعني حتى الناس بتستعجب ازاي احنا ما نشأنا فلاحي وفي القريه الفلاحين وما بيتكلموش فلاحي. يعني اولادي مثلا تلاقيهم يعني بندر مصري بندر ما فيش مش الكلام مش اللهجه الفلاحي
لا مش اللغه الفيومي حتى، لا ما حدش عندنا بيتكلم اللغه الفيومي حتى خالص، لا بس هم تحملوا المسؤوليه، يعني انت حملتهم المسؤوليه كلهم يعني كل الولدين والبنت، حتى البنت برضو يعني، حتى البنت غرستها في المطبخ وهي عندها 9 سنين رغم انها وحيده. والولدين برضو كانوا بيطلعوا الغيط يجمعوا القطن، يحصدوا يطلعوا ورا الجرار، يدرسوا القمح بالليل، يطلع يعني السواق غاب هم يطلعوا يحرطوا، يعني ما فيش يعني. ولغايه دلوقتي بيطلع ابراهيم الكبير يشق على الجناين يشوف نفس الفلاحين بيستغربوا بيقولوا ازاي ده محامي كبير وشغال وعارف الخليجه وعارف النساء متدقدق وهو صغير فاهم كل حاجه يعني. بتعلم الفلاحه بتعلم المسؤوليه، بتعلم الرجاله. ايوه خبره. خبره. اتعلمت ايه من الزراعه؟ اتعلمت الصبر، اتعلمت ان العطاء ما بيجيش بالساهل كده، بمجهود، وربنا ما يضيعش لحد تعب ابدا. يعني الزراعه دي زي بالظبط انا شبهتها بجمعيه بتدفع كل شهر قسط، في الاخر بتقبض، بتاخد مبلغ كامل. انت برضو ساعه ما ربنا ما بتجتهد، لكل مجتهد نصيب لازم يعني. انما تقعد وتقول انا رزقي على الله، لا، اعمل اللي عليك ورجع على الله. بس ربنا يعني انا اقول لك على مثل بسيط. انا كان عندي 10 فدادين مساحه واحده، مأجره منهم 8.5، وليا فيهم فدانين بزرعهم انا لحسابي انا. المفروض بقى ال8 فدادين دول الفلاح هو اللي بيزرع بايده، يعني غير انا بجيب انفار، بجيب عمال، بجيب عمالة، العامل مش زي صاحب الغيط. ومع هذا كنت دايما أنا في المحصول الفدانين أجيب محصولي أكثر من الفلاح اللي جنبي. كانوا بيستغربوا إزاي. كلمة قالها الله يرحمه الدكتور محمود عبد الآخر ومحافظ إبراهيم، قال والله إن الحاجة نوال دي لو جابت بوص ناشف وزرعته لا يخضر. عايزينها تبقى خضرا الأرض اللي في الصحراء، عايزينها تبقى خضرا الأرض اللي في الصحراء، ونقدمها لمصر هدية حاجة جميلة ومعتبرة. هي ايه الصحراء تبقى ايه خضراء؟ علشان ايه؟ علشان مصر بلدنا الغالية، نسقي شبابنا للشجرة تبقى خضراء 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 خضراء. وايه حكاية السيدة التي تفوقت على الرجالة؟ لما عمل التجارب، اول ما جه عمل التجارب بتاعته وكان يحب التجارب، فعمل التجارب في الفيوم، في مركز الفيوم، عند ناس رجاله، عند مزارعين رجاله، ففشلت، فزعل، فكلم. كان عندنا رئيس وحده اسمه الاستاذ حسين داود، ربنا يديله الصحه والعافيه، موجود. فقال له يا حسين والنبي انا عايز حد يشوف لي حد ازرع عنده التجارب بتاعتي، انا عايز اثبت ايه التجارب بتاعتي. قال له خلاص يا معالي المحافظ انا هوديك عند ايه، عند مدام نوال. قال له يعني ما تجيش تودينا اللي عند واحده ست؟ قال له جرب شوفها. المهم جه خدني ورحت قابلت الله يرحمه الدكتور محمود عبد الآخر. ايوه يا باشا. قال لي انا عايز اعمل كذا 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 كذا. قلت له حاضر، سيادتك هات لي بس الاكياس واديني البرنامج اللي سيادتك عايز تعمله وسيبه كله على الله. ماشي. جاب لي الاكياس وعبيت الاكياس وعملت التجارب ونجحت التجارب، وجاب لي جاب العالم كله فرجوا على التجارب. البطيخه وصلت 8 كيلو، الجيزه اللي ما كانش بتوصل 4، النمس الكبير بتاع السعوديه ده اللي هو ظهر الحيه اللي بيقولوا عليه ده وصل 17 كيلو. كل ده طبعا نجح، والقطن نجح جدا. فراحوا بقى بصيت لقيتهم بقى مطلعين في جريده ما اعرفش الاخبار ولا الاهرام، ابنه الفيوم تتفوق على الرجال. كدلوا الناس. فطبعا ضحكت يعني. انا عندي جوابات شكر كتير قوي من الدكتور يوسف وائل. كان كل شويه بعت لي جواب شكر على حاجه، ان مثلا حاجه نجحت، حاجه عملت. كان يعني هل فعلا يوسف وائل قال اللي يزور الفيوم وما يزورش الحاجه نوال كانه ما راحش الفيوم؟ ايوه لانه كان دايما يجي يلاقيني في الغيط، يعني دايما كان يديني سلاله القطن اللي مش موجوده في الفيوم، تجارب اكتر، تصافي اكتر، فرز اكتر. فكنت ببيع الامطار اكتر، 30 جنيه 20 جنيه. كانوا يعني كبراء الفيوم حتى كانوا يقولوا له اشمعنى الحاجه نوال؟ يقول لهم انا بروح الغيط 7:30 بلاقيها في الغيط، لما انتم متكلين على الخوله ما انتم مش عارفين حدود اراضيكم فين. بتحب القرايه، قرات كتير في الادب؟ ايوه
قرأت يوسف السباعي، المنفلوطي، طه حسين الأيام. أول ما قريتها كنت بستعير من المكتبة اللي بستعيره، والباقي كنت حريصة. كان عندي كل سنة في المدرسة لا يقل عن 7 جوائز في التقدم. جائزة الدين الإسلامي دي كنت يعني محافظة عليها على طول سنويا. جائزة الألعاب الرياضية كنت محافظة عليها سنويا. جائزة الأشغال والتدبير، كان عندنا تدبير وأشغال زمان. كانت في حاجات كتيرة، أنشطة اشترت في المدارس. فكان كل ده نوال خميس نوال خميس نوال خميس. فطبعا كانوا ساعات يقولوا لا مش معقول هنديها ده كله، نشيل منها حاجة. أقول لهم شيلوا كل الجوائز إلا جائزة الدين الإسلامي. أدب إنجليزي، حاجات إنجليزية، قريت حاجات أجنبية؟ لا، كنت بجيب بس كتب اقرا كلمات رصيد تنفعني في الترانسليشن، في الترجمه. أمي فلاح هلي قادر يسقي كل الأرض حاضر، والغيطان تطرح بنادر. أمي فنان هلي راسي، عقد لولي وسني باسم، قلبي أخضر في المواسم. مصري مصري تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر. اهم حاجه علمت ولادك عليها ايه؟ اهم حاجه علمتهم الصبر، عدم الكبر، التواضع. يعني تنزل الفيوم يقول لك ابراهيم حمدي ده يعني كانوا مسمينه حتى في المحكمة المحامي الشيك، رغم ان هو طيب جدا، صادق جدا. القضية اللي يقول لك لا دي ما فيهاش امل كده على طول. صحيح. مش نصاب، امين في ارائه. لا ما خدهاش دي. مثلا دي فيها 10 سنين، دي فيها 8 سنين، عشان ما تبقاش ما تصدمش، عشان صاحب الحاجه ما يصدمش. لا دي مثلا ايوه تاخد براءه. صحيح. يعني هو صريح وامين مع الناس. شوف بقى سيادتك، الولاد كانوا في الكليه هنا. ابراهيم كان في كليه حقوق القاهره، اسماعيل كان في كليه الشرطه، ايمان كانت في جامعه الازهر. فكنت باجي من الفيوم يوم الخميس مصر، اكنس الشقه وانضف الشقه واغسل لهم الغسيل واطبخ لهم الطبيخ واعمل لهم الثلاجه اكل وتاني مشي على الفيوم. اشتغل شغل الاسبوع كله في الفيوم وترجع تاني الخميس وجمعه. يعني تجي لهم الخميس والجمعه تعمل لهم طلباتهم لحد ما مشي اسماعيل على كليه الشرطه واغسل له غسيله ومكوته وحاله محتاج وياخد مصروفه ويمشي. ابراهيم كان في الحقوق، كان خلص حقوق في الجيش. كان قاعد برضه مع اخوه. ايمان كانت في الازهر، وكان قاعد معاهم برضه. ايوه معاهم، كانت معاهم لحد ما قعدتها في المدينه هنا، مدينه بيحبوا بعض. بيحبوا بعض. علمتهم انه يحبوا بعض. يحبوا بعض. في طقوس معينه كنتوا بتتجمعوا مع بعض كده في اوقات معينه؟ والله يا استاذ احمد، مشاغل الحياه بقى. والله يا استاذ احمد، هو كل واحد طبعا دلوقتي بقى يعني ظروفه. صحيح. لما نيجي مثلا الظروف تتجمع، مثلا فرح، مناسبه كده، انما يعني ظروف الحياه يعني هم بيسالوا على بعض. صحيح. تليفونات. واهم حاجه ان هم بيحبوا بعض. انما بعدين ايمان هنا واسماعيل هنا. مفيش عندي معايا الا ابراهيم في البلد كبير. طيب. حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي. حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي، واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحريها، واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحريها، وبتبني مصانع يا ولدي تغنيها وتسعد اهاليها. انت عندك هوايه تانية غير القراءه؟ لا، هي الفلاحه بس. الفلاحه هوايه بس. هوايه وعشق حقيقي. ولغايه الان انا طبعا دلوقتي برضه ما بقدرش. السنه طبعا سن كبير، وعلى راي الدكتور لما يقول لي انت افتريت على نفسك واستعملت نفسك غلط، لان انا كنت نرفض. يعني شوف صدق، انا كانوا مسميني مدير الزراعه في الفيوم كان مسميني المراه الحداديه، لانه كان بيشوفني. سعيده باللي انت عملتيه في حياتك؟ انا سعيده يعني ان انا قدرت ان انا يعني اعمل حاجه
وحققت لاولادي مثلا حياه يعني مريحه، ما جوش في يوم يعني احتاجوا لحد، ما جوش في يوم قالوا احنا نفسنا في حاجه، ما احتاجوش حاجه خالص، عربيات، معيشه، شقق، بيوت، يعني ما فيش يعني ما فيش حد ما خليش في نفس واحد في حاجه الحمد لله خالص، يعني الحمد لله، يعني حتى موزع عليهم الارض بالتساوي، ما عدلت برضه طالما ان هم راضيين بكده خلاص ما فيش مشكله. فاللي بيعوز منهم حاجه يعني مش ناقصهم حاجه الحمد لله، يعني بني لهم بيوت في البلد، لهم عمارات في الفيوم، ابراهيم واسماعيل وايمان، ربنا يخليك ليهم ويبارك لك يا رب، اسمهم على طول، ربنا يخليك ليهم ويبارك لك يا اللي رب. بيحتاج بديله. يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. أنا سعيد جدا إن أنا قابلت حضرتك النهاردة، وسعيد جدا إن أنا تعرفت على حضرتك، وسعيد جدا إن أنا قدمت حضرتك كنموذج محترم، أمة مصرية عظيمة. مش عارف أقول إيه بصراحة، بس أنا في نهاية الحوار أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل قدمتيه لبلدك ولولادك ولأحفادك، وبقول لك ربنا يبارك في عمرك وفي صحتك وفي عملك. عندنا الرسالة، لا والرب كريم يبقى الواحد حتى مستريح يعني، بس ربنا يبارك فيك يا ربنا يبارك فيك. أيوة والله. حاجة نوال خميس رائدة الزراعة وعضو الحملات القومية للأرز والقطن والذرة وكل المحاصيل الاستراتيجية، أنا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني، وربنا يبارك فيك يا رب. تسلم يا متشكرة جدا، وأنا سعيدة جدا بلقاء سيادتك، وربنا يحفظ مصر يا رب، ويصونها ويمن علينا بالخير والعميم يا رب. يا رب. أي والله. شكرا. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.